حتى واحد ما عنده الحق باش يقولك كيفاش تحزن، كيفاش تعدي اللحظات الصعيبة في وسط حياتك، وحتى واحد ما عنده الحق باش يعطيك ريسيبي متاع كيفاش تتخطى اللحظات الصعيبة في وسط حياتك. المرة اللي فاتت حضرت حشاكم عزاء، فما حاجة ياسر معناتها قلقتني. معناتها اللي توفى له وقتها شخص عبد قريب ليه جدا، أما اللي صار أنه في عود ما العباد تحترمك الموقف هذاك وتحترم أنك ماشي أنت باش تعزي وباش تعطي كلمة باش تطلع معناتها المعنويات متاع العبد اللي توفى له الإنسان هذاك. نلقى معناتها بعض من العباد اللي شنو قاعدين يحكيوا شبيه العبد هذاك قاعد يتكلم برشا، على خاطر اللي هما what they expect، اللي ينتظروه أنه الإنسان ذاك يبدأ ساكت ما يتكلم حتى كلمة، قاعد في نفس البقعة بحذا أمه ولا أبوه ولا أخته ولا اللي هو وما يعمل في حتى شيء. نحب نقول راهو أنت عندك الحق باش تعبر بالطريقة اللي أنت تحب تعبر بها. تحب تفرح في عزاء على خاطر أنت هذيك طريقتك أنت باش تخرجي اللي في قلبك، أعملها هكاكا. تحب تحكي على العبد اللي توفى على خاطر هذيك it's your way to honor كما نقولوا نحن السوفينير متاع العبد هذاك، أعملها. تحب تتحرك ما تحبش تقعد في بلاصة، أعملها. أعمل الحاجة اللي تريحك على خاطر كما مانيش سري كسرونات كما نقولوا بالتونسي we are not الكلنا نشبهوا لبعضنا، كل واحد عنده طريقته، عنده حريته الشخصية، وما نلزمش نخليو العباد ديكتيت ولا يقولوا لنا بالضبط كيفاش نجموا نتصرفوا في حياتنا، especially معناتها خاصة في المومنتس اللي نحن نكونوا فيه vulnerable، نكونوا فيه ضعاف، نكونوا فيه نستحقوا باش نلقاو حاجة تطلع لنا هكا المعنويات متاعنا. دونك ما غير ما تخمم فيها برشا، تصرف كما انت تتصرف، اتكلم كان تحب تتكلم، اضحك كان تحب تضحك، احكي على العبد اللي توفى لك كنت تحب تحكي عليه، ما تخلي حتى واحد يقيدك بالحاجة لازمك تعملها، على خاطر كل واحد عنده الحق تجريف يحزن ويتعدى الصعوبات بالطريقة اللي هو يحب عليها. كيف وقت تتعدى بريليشنشيب صعيبة، ثم شكون يحب يحكي، ثم شكون ما يحبش يحكي، ثم شكون يحب يمشي للسبيشاليست، ثم شكون ما يحبش السبيشاليست. لازمنا نحترموا الحكاية هذه الكل كي، ونخليو كل واحد هيل يداوي روحه بالطريقة الأنسب اللي يراها روحه، باش هكاك الناس الكل نجموا نعيشوا بالكدا في خضم احترامنا للأشخاص الأخرى اللي تعيش معنا. وهذا هو بالنسبة لي أنا معنى الاحترام، إذا كان نحب بالرسمي نكونوا عباد محترمين في المجتمع اللي نحن فيه.